نيجي بقى للسهروردي، الراجل اللي دفع ثمن اللغة. السهروردي ما كانش بيكتب فقه ولا تفسير ولا عقيدة، كان بيكتب بلغة نور، رمز، إشراق. قال أنوار فالناس سمعت عقيدة جديدة، قال عالم نوراني فافتكروا إنه اخترع غيب بديل، مع إن الراجل كان بيحاول يقرب الفهم مش يغير الإيمان. وهنا السؤال المهم، هو الغلط فيهم ولا في اللي بيقرأ الفلسفة بعين التكفير؟ الحقيقة المزعجة، كتير من الأحكام دي اتنقلت من كتب الجدل للوعي العام كأنها مسلمات، من غير ما حد يسأل قالوا إيه ولا كانوا بيكلموا مين ولا لغتهم كانت إيه. الخلاصة قبل ما نكمل، الفارابي وابن سينا والسهروردي مش أنبياء ومش أئمة عقيدة، لكن برضه مش كفرة كرتون، هم مفكرين اشتغلوا على حافة الغيب بالعقل واتحاسبوا كأنهم غيروا النص. المشكلة الأكبر من وجهة نظري في اللي حصل بعد كده، لما الأفكار المعقدة دي تنزل من الكتب وتدخل الشارع والحواديت والقصص، سورة الغيب والجن والشيطان اتحولت من نقاش فلسفي لحكايات شعبية. وخلينا نكون صراحة، القرآن والسنة اتكلموا عن الجن بهدوء شديد، تكليف، اختيار، عبادة، كفر، إيمان، نصوص واضحة ما فيهاش رعب. بس من القرن الثاني الهجري وطالع حصلت الترجمة الكبرى، من الغيب المقدس للغيب المخيف. ليه؟ لأن الناس مش بتعيش بالنص بس، بتعيش بالخوف وبالفراغات. الجن في الوعي الشعبي كائن تحت السرير، في التراث الشعبي الجن ساكن الخرابة، الجن في الحمام، الجن في المقابر، الجن اللي كان طيب بس اتقلب. يعني باختصار، أي مكان ضلمة احتمال جني.